السلام عليكم، معكم الدكتور رضوان. في الفيديو ده هنشرح الانوركسيا نيرفوزا، والحالة دي مختصة بالظهور عند الإناث. وعشان نعرف ايه الانوركسيا نيرفوزا، فدي عبارة عن eating disorder، يعني الاضطراب في الأكل. ولذلك الشخص ده بيكون abnormal low body weight، يعني عنده نقص في الوزن بشكل غير طبيعي. زي ما انتم شايفين هي بتبص في المراية وحاسة ان وزنها زايد، لكن هو الوزن بتاعها ناقص خالص. ولذلك الشخص ده بيكون خايف من اكتساب اي وزن عنده. ولذلك السيمتومز او الاعراض اللي بتظهر على الشخص ده بنقول عليها هي نفس الاعراض اللي بتظهر في الاستارفيشن، اللي بتظهر في اصحاب المجاعات، لان هي شخص بيمتنع عن الاكل تماما عشان يحاول ان هو يظبط الجسم بتاعه، لكن الجسم بتاعه بيكون ناقص خالص عن الطبيعي. الكوزس، الأسباب بتاعة الأنوركسيا نيرفوزا، ودي عبارة عن 5 أسباب. وأول سبب فيهم بيكون جينيتك، ودي أسباب وراثية، ودي بتكون بنسبة 50% من الأنوركسيا نيرفوزا. أما تاني سبب فهو بيكون انفيرومنتال، ودي لأن الشعوب الأوروبية بيكون في تنافس ما بين البنات عشان تظهر بالشكل الأجمل، وإن هم بيخافوا على الزيادة في الوزن. أما السبب الثالث فبيكون نيوتريشنال فاكتور، يعني سبب غذائي من خلال نقص كل من الزنك والصيمين والتريبتوفان والتيروزين، ودول بيأثروا انه بيأدوا لقلة التيست سنسيشن، يعني بيأدوا لقلة الإحساس بالتذوق. بالطبيعي لأي إنسان قل الإحساس عنده بالتذوق فأكيد مش هيحس بطعم الأكل، فأكيد إنه مش هياكل كمية كبيرة. أما رابع سبب فهو نيورولوجيكال فاكتور، وده بيكون بسبب نقص هرمون السيروتونين، وهو ده هرمون السعادة. فمن الطبيعي ان الشخص ده هيحس بضيقة، ولما بيحس بضيقة فأكيد ان الشهية هتقل عنده، وكمان هيحس بإحساس الإميزيس وهو إحساس التقيؤ. أما خامس سبب فهو سيكولوجيكال، وهي عوامل نفسية، لأن الشخص ده بيحس بالضيقة فأكيد ان هو بتقل عنده الشهية. الانوركسيا نيرفوزا، ودي بتتكون من نوعين، واول نوع فيها هو الريستريكتيف تايب. والريستريكتيف تايب ده الشخص ده بيحاول ان هو يقلل من كمية الشوجر والفات، يعني بيحاول ان هو يقلل من كمية الاكل اللي بيكون فيها سكريات ودهون، ولذلك الطاقة اللي بيحصل عليها بتكون قليلة، اقل من الطاقة اللي محتاجها ان هو يقضي بيها الوظائف الحيوية. ولذلك الهيلث وايت بتاعته بيكون عنده فيها مشكلة. اما النوع الثاني فبنقول عليه البنج ايتنج او البارجنج تايب، وده اللي بيحاول ان هو يمنع نفسه من اكل كتير قدامه، ولكن عندما بياكل بشراسة. ولذلك عندما ياكل بشراسة فانه بيحاول يتخلص من الاكل اللي هو اكله من خلال ان هو يتقيأ. وفي كلا الحالتين الشخص ده بيكون عنده abnormally body weight، يعني عنده اضطراب في الوزن بشكل غير طبيعي ونقص في الوزن بشكل غير طبيعي. الكومبليكيشن او المضاعفات اللي بتظهر على جسم الانسان في الحالة دي، واول حاجة عنده بتظهر هي الابنورمال هارت ريزم، يعني عدم الانتظام في ضربات القلب. وتاني مشكلة عنده بتظهر هي الامبالانس اوف الكترولايت، يعني عدم التوازن في الاملاح المعدنية، وخاصة الصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم. والأملاح المعدنية دي بتساعد على المينتين الفلويد في جسم الإنسان، لكن تخيل إن حصلت فيها مشكلة فده بيؤدي لخلل في التوازن في الفلويد في جسم الإنسان. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو حابين انزل لكم الداتا بتاعة الشرح ادعمونا باشتراك ولايك وشير على اوسع نطاق. لو عاوزين جزئية معينة تتشرح اكتبوا في الكومنتات. اسأل الله ان اكون وفقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.